جيت ريدي ويز مي. انا مش رايحه في اي حته، بس انا جبت كونسيلر جديد فقلت لما نحتفل بيه سوا. نحتفل بيه ازاي؟ ان احنا نحط مع بعض ميك اب. رطب بس شفايفي كده عشان ناشفه. انا اصلا مش رايحه في اي حته، انا كنت قاعده بصور وبعدين انا مش راضيه استخدمه غير لما استخدمه معاكم للمره الاولى، فقلت خلاص بقى يعني مسحت معظم الميك اب، خليت بس الماسكارا وشويه حواجبي مرسومه، وقلت بقى ايه لما نجربه سوا، لان انا كل اللي عندي اصلا خلصوا خلاص. كان عندي واحد بحبه قوي من كاتريس اللي هو الكاموفلاج، بس فجاه كل الكونسيلرز اللي عندي خلصوا خالص، فطبعا ده بالنسبه لي من الاساسيات، فكان لازم اجيبه. المهم بقى رحت عشان اجيب اللي هو بتاع كاتريس ده، لقيته فجاه ب 450 جنيه، وانا اصلا اخر مره اشتريته كان في حدود ال 150 175، فحسيت ان انا بقالي كتير قوي ما اشتريتش ميك اب. فالمهم قلت لها لا خلاص يعني تمام. لقيتها بتقولي طب ايه رايك اوريكي حاجه تانية، فوريتني اللي هو بتاع توب فيس ده، فجبت درجه رقم 5. هي لما وريتوني كان الابليكيتور بتاعته زي كده، فلما جت بقى عشان تدهوني لقيته اللي هو بسبونج، ودي حركه انا محبهاش خالص. يعني انا عندي واحد اللي هو ده بتاع شي جلام متبهدل ومتلحوس، وانا اصلا مش بحب المنظر ده صراحه. بقعد انضف الميك اب بتاعي كده من بره، مين بيعمل زي بجد. قلت لما اخده وخلاص، ولو عجبني انا حتى ممكن ابقى اشيل السبونج دي، بس انا يعني هي جربت لي درجته كده على ايديا عجبني قوي، فقلت لها بس هاتيه. ابتدى ان هو يطلع درجته على اصفر كده، فتكنسل معانا الهالات حلوه قوي. ممكن النهارده نعمل مع بعض اللي هو دايلي ميك اب، بس انا اصلا يعني ما بحطش ميك اب بشكل يومي، بس ممكن نمشيها دايلي ميك اب بس عشان انا نفسي قوي ان انا اجربه. طب انت هتطلع امتى بقى؟ اخيرا طلع، اخيرا. يلا بينا بقى نجرب نشوف الدرجه عليا تبقى حلوه بقى فعلا ولا ايه. انا مين لي حتى لو هعمل دايلي ميك اب، لو يعني محطش فاونديشن بشكل يومي، احط كونسيلر كده وخلاص. خلينا برضو نديله اهو، ابتدى يبهدل من اولها، يعني لسه ما عملناش اي حاجه وبيبهدل. حاسه بحاجه غريبه، حاسه ان هو في ريحه، يعني هو ريحه لطيفه يعني، بس هو في ريحه. تعالوا ندمج بقى ونشوف. اوكي حلو، يعني نقدر نقول الكفرج بتاعته متوسطه، بس هو خفيف قوي تحت العين كده. بعد ما دمجته هو لا هو يعني من خفيف لمتوسط، بس انا بالنسبه لي تمام، ما عنديش مشكله يعني في الكفرج بتاعته دي. تعالوا بقى نخلص كل الحاجات الكريمي مره واحده، وبعد كده اثبت بقى بباودر. استخدم الباليت دي من روز بيري. ناخد مثلا ميكس ما بين الدرجتين اللي هما دي ودي. اصلا برضو طالبه سيتنج سبراي، لسه ما فتحتش الاوردر حرفيا، نفتحه سوا دلوقتي. انا طالبه حاجتين بس انا مش فاكره ايه الحاجه التانية. ثبت بقى بشويه لوز باودر، انا محتاجه اني انزل بيه في الحر عشان اقدر اقيمه صح، هل فعلا هيمشي مع البشره الدهنيه ولا لا. مش لاقيه فرشه اثبت بيها، لان انا اصلا معظم فرشي غسلتهم امبارح فبينشفوا بره في البلكونه. ثبت برضو كل الاماكن اللي انا حطيت فيها الكونسيلر. تعالوا بقى نفتح الاوردر ده، عشان انا بصراحه عايزه افتكر انا كنت جايبه ايه، ان نلاقي حاجه كده ولا كده نستخدمها. جايبه الميك اب سبراي ده عشان انا محتاجه اي حاجه تثبت معايا الميك اب ده من ال جيرل، ممكن برضو نجربه مع بعض النهارده. وجبت كمان الكونسيلر ده من اماندا، تصدقوا بس انا كنت جايباه عشان انا عندي فاونديشن على بينك انا بحبه قوي، بس هو على بينك شويه، فقلت الدرجه اللي هي على اصفر دي تظبط لنا الدنيا، بس هو درجته اصفر قوي جميله. نبقى نجربه بقى بس مره تانية. تعالوا بقى ناكد على البلاش اللي احنا حطيناه. بالبلاش برضو يبقى باودر، استخدم الباليت دي من بوبا اهي، ده شكلها. محتاجين حاجه ايه تفضل ثابته معانا يعني اليوم كله، فلازم اي حاجه كريمي حطيناها نرجع ناكد عليها مره تانية بالباودر. استخدم كمان الدرجه دي كده كبرونزر، احطها كمان فوق العين كده شويه. ممكن بقى ارجع اعيد تاني على الماسكارا عشان بقى عليها باودر وحاجات، فلازم نعيد عليها. الباليت دي فيها هايلايتر وفيها كمان درجه كريمي كده مش بستخدمها خالص، فممكن نحط لها كمان شويه هايلايتر برضو. يلا ندمج كله مع بعضه مره تانية. ايه باليت اي شادو بقى، واخد اي درجه بني اسحب بس بيها العين، ممكن بالاسود برضو عادي، بس انا المره دي هعمل بالبني. اصلا كنت عامله ايلاينر لونه اخضر بس كنت لابسه حاجه تانية يعني وانا بصور من شويه.
مش عارفه، حاسه الوينج البني ده مش واكل، بس يعني مش مشكله كده ولا كده. اصلا اكتر حاجه مين اللي كنت عايزه اجربها هي الكونسيلر. بس هنحط شويه ماسكارا، هي دي اللي ممكن تظبط معانا الكلام شويه. اصلا فضيت هي كمان في ايه؟ عارفه لما كل السكين كير بتاعك يخلص مره واحده، او كل الميك اب بتاعك، او كل الحاجات اللي انت بتستخدميها تخلص مره واحده، في ايه بجد؟ في ايه؟ اصل انا كان عندي كذا ماسكارا وفتحتهم كلهم في وقت واحد، عشان كان عندي شغل مع شي جلام وكان لازم ان انا يعني اتكلم عنهم كلهم، ففتحت بقى كذا واحده، فحتى اللي كانوا عندي ما كنتش بستخدمهم عشان اجرب التانيين. فدي النتيجه. دي كنت بحبها قوي، كانت جايلي هديه، دي من بورجوا، طبعا خلاص مش معانا فكده ولا كده، ما كنتش هكررها، بس كنت بحبها عشان هي كانت من حد غالي عليا قوي. بس هي شكلها كده نشفت، لان هي ادائها في الاول كان كويس، لان دي اللي هي التويست اللي هي بتطول وبتقل، مش مشكله. اخر حاجه بقى وهي الليبستيك، ولو اني حاسه انه الميك اب ده ناقصه حاجه، ايه هي انا مش عارفه. ده من ميبيلين، بس طبعا برضو مش معانا. بس على فكره هو ليه دوبس كتير قوي، يعني انا اصلا معظم الميك اب لا يعني في اوبشنز كتير قوي، الحاجات اللي ما تغلبش تقدري تلاقي بديل عادي لاي حاجه كنت بتحبيها. يمكن الحواجب هي اللي عامله الفرق ده. حاسه ان في حاجه ناقصه في الميك اب بس مش عارفه هي ايه. اوكي، هستخدم قلم الحواجب ده من ايتوت هاوس، ده اللي هو بيرسم شعر شعره، وانا بحب قوي الستايل ده، بس هي الدرجه مش مناسبه معايا خالص، بس عشان انا حاطه مسكره الحواجب بتاع شي جلام اللي هي دي، فدي حرفيا مش بتفتح اصلا الحواجب من مكانها، فمش هعرف اعيد تاني بماسكارا او حاجه على الحواجب، فاهمين ازاي؟ فحاول بس ان انا اتقلهم شويه عشان حاسه ان في حاجه غلط في شكلي. مش عارفه هي ايه. احاول طيب ان انا اسرح حواجبي، بس مش راضيه تتسرح عشان الماسكارا مثبتهم في مكان، ودي حاجه حلوه، دي حاجه حلوه لو الحواجب مرسومه. بس تقريبا بقى لما مسحت الميك اب بتاع العين بعد ما خلصت الفيديو التاني وجيت اصور ده، فيعني اتمسح بقى منها شويه. حاسه محتاجين ندي هنت بينكي كده الليبستيك، ممكن استخدم ده بتاع شي جلام. انا جايه اديله هنت بينك، اديت له هنت اورنج. انا ضايعه بجد، انا ضايعه بجد في الحاجات العشوائيه دي. انا لازم اجهز مليون الف مره لاي حاجه بصورها، وانا اصلا على الله حكايتي كده. اول كونسيلر بقى طلع حلو، هبقى اقول لكم، عشان هو اصلا دلوقتي في اوفر على المنتجات بتاعه توب فيس، مش عارفه قد ايه خصم بصراحه يعني، بس هو كان 360 بعد الخصم. بعد ما جبته قلت يعني طب خلاص يعني كنت ازود واجيب اللي هو كاتريس اللي انا متعوده عليه وبحبه وكده، كان ب 450، بس انا يعني اخدت الصدمه على قلبي كده، اتفاجئت من السعر عشان بقالي كتير قوي ما جبتش ميك اب. خلاص بيجي لي من شي جلام وكده ومن كذا مكان، فاللي هو هقعد اشتري ميك اب ليه؟ ما هو مش كتير على الفاضي وخلاص. فعشان كده بقى ما اجيبش غير الحاجه اللي بتخلص عندي وبس. فما كانش عندي بقى اي كونسيلر غير اللي هو بتاع شي جلام، وكان غامق عليا، يعني بحطه بحس ان هو بيغمق كده، وكل اللي عندي بقى خلصوا كلهم، اقعد اطلع اعمل مفيش، كانوا كلهم خلصانين. فجبت بقى ده، واتاريني كنت طالبه كمان بتاع اماندا برضو اونلاين، ان شاء الله عليا. تيجوا نجربه هنا كده. بالمره بقى يبقى كده جرب. انا اصلا انا ما حطيتش السبراي اساسا معاكم، الميك اب سبراي اللي انا جايباه عشان يثبت الميك اب، انا حاسه الدرجه اصفر قوي، بس يعني تمام، لان انا اصلا جايباها اصفر كده متعمده عشان الفاونديشن البينك اللي عندي هي تصفرهولي، بس اي ثينك ان هي لوحديها مستحيل تتحط لوحديها. في ايه؟ انا ما لحقتش اعمل حاجه ولي بينشف كده، تحس انه لزق في مكانه. لا بجد هو بينشف بسرعه قوي، مش راضي حتى ان هو يندمج. في ايه؟ ماله ده؟ طيب نبقى نشوف الحوار ده بعدين بقى. خلينا بقى نجرب اخر حاجه اللي هو البرو سيتنج سبراي ده من LA Girl. حلوه، مش قويه بس حلوه يعني، يا ريته يثبت معانا الميك اب في الحر اللي احنا فيه ده. خلينا نشوف بقى، فهتست كده المنتجات دي، ولو عجبتني هبقى اقول لكم برده رايي فيها ان شاء الله قريب. كان اخر حاجه ممكن اعملها حركه انا بحبها، هعملها للاسف بالهايلايتر اللي عندي بتاع كاتريس، اتكسر فجاه، يعني هو اصلا فجاه لقيته اتكسر. الحركه دي بجد بتفرق قوي، يعني انا اصلا كل ما اعملها تقولي انت عامله الميك اب ازاي، وهو اصلا نفس الميك اب بس بالوان مختلفه، بس هو نفس التكنيك، يعني مين لي طريقتي في الميك اب واحد. بصوا ودت الميك اب في حته تانية في ثانيه. في هايلايتر هو اصلا بتاع كاتريس ده حلو قوي، بس عايزه اصلحه،
عشان ما يقعدش كل ما افتحه كده يقعد يقع ويبهدل الدنيا. مش عايزين بهدله، مش بحب الميك اب المتبهدل. ميك اب قمر حلو اهو، سريع وسهل. يلا اشوفكم على خير، باي.